حبايب قلبي صبوحة، وحشتوني جدا جدا، وحشتوني قد الدنيا دي كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما. طبعا رجعت لكم بعد غياب، رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد، يا رب ان شاء الله يعجبكم. النهاردة هنعمل ايه في المطبخ؟ هنروق، هنرتب الدنيا. عندي بص تمام الحمد لله، ما عنديش مواعين. الحمد لله تهمة، وزي ما بيقولوا كده غمة ونزاحت، ما عنديش مواعين الحمد لله. طيب قبل بقى ما اكمل كلامي واقول لكم هعمل ايه، يلا بينا كده نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، ونسمي الله ونبدا الفيديو مع بعض. انا بس هرتب كده الدنيا معاكم. المطبخ يعتبر نظيف ومفيش مواعين، بس هرتب بقى شوية حاجات كده. يعني الرخامة دي متبهدلة، عليها ردة مطرح عيش، حتة جبنة واقعة مطرح الأولاد. تحس ان الرخامة كده عشان سودا فمتطربة شوية، فهنمسحها ونلمعها ونخليها زي الفل. وهنشيل كل الحاجة اللي على الرخامة دي، هنلمع ونرجع كل حاجة مكانها تاني. وهنشوف برضو البوتاجاز، وهنلم الزبالة. والرخامة التانية عليها شوية مواعين نظيفة، هنلمها برضو ونرجع كل حاجة مكانها. وهنكنس المطبخ، يعني شوية ترتيب، ترويق، تلميع، سموه زي ما انتوا عايزين. بس كده، لكن مفيش حاجة كتير قوي ان انا هعملها. فراجع لكم بروتين خفيف لطيف كده، مفهوش كركبة كتير، فان شاء الله يعجبكم. حاجة كده سريعة، قلت ارجع كده من غير ما نخش كده في دوشة كتير مع بعض، نرجع كده في فيديو خفيف مع بعضينا، فان شاء الله يعجبكم. بس اول حاجة بقى، انا عارفة اني بغيب وارجع لكم اقول لكم معلش والنبي حقكم عليا، بقالي كتير ما نزلتش فيديو. فبجد والله مش بايدي، مش عايزه اتكلم كتير في نفس الموضوع، عشان في ناس كتير جدا بتزعل مني. انت بتنزلي فيديو واتنين وتلاتة وبعد كده بتختفي، ده ما بيبقاش بايدي يا جماعة والله العظيم. انا مش عايزة اخش في تفاصيل عشان ما ضايقكوش، بس انا بحب ان انا اكون شغالة معاكم وانا كويسة او مرتاحة. طول ما بيبقى في حاجة كده ما بحبش احكيها لكم وما بحبش اقولها لكم، علشان ما ادكوش طاقة سلبية في اي حاجة. بعيش انا الطاقة دي لوحدي، لكن لما ببقى كويسة بطلع لكم تمام كده. فمش عايزاكم تزعلوا مني، ولا تزعلوا من تأخير الشغل والفيديوهات عليكم. يا رب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب ده أول حاجة. تاني حاجة عايزة أقول لكم إن شاء الله برضو قبل العيد الكبير بحبة حلوين كده، يعني المفروض إن الأيام اللي جاية أو الفترة اللي جاية هقول لكم برضو على مفاجأة حلوة، وأكيد هصورها معاكم، وأكيد هنزل لكم الفيديو كامل. ويا رب الفيديو اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي يعجبكم إن شاء الله لما ينزل. أنا عن نفسي هكون مبسوطة بيه جدا جدا. انا بالفعل قمت بالخطوات، او بدأت في المفاجأة اللي انا بتكلم فيها. وان شاء الله المفاجأة دي لما تخلص تماما هنزل لكم بفيديو، ويا رب كده يعجبكم ساعتها. دي هتبقى يعتبر حاجة بالنسبة لي انا حلوة في دخلة العيد الكبير ان شاء الله. يا رب. بصوا انا كده عملت الرخامه السوداء، بصوا اترتبت واللمعان باين، يعني الفرق باين. انا ما عملتش حاجات كتير، بس اللمعه بتاعت الرخام الاسود ده بانت، يعني فاهمه. النظافه برضو حلوه. فاهمين مش فاهمه؟ فاهمين. المفروض ان انا بخاطب الجماعه دلوقتي، مش بخاطب فرد واحد. طيب، ولميت الزباله وشلتها بره كده على جنب لحد ما اخلص معاكم، وهطلعها بره باب الشقه ان شاء الله بعد ما اخلص تصوير. هي خلاص وانا بتكلم معاكم كده هي خلصت خلاص، يعني طلعتها وحطيتها للزباله عشان يبقى يطلع ياخدها. وقلت بقى ألمع برضو الباسكت، حاساه مطرب، ولمعته. وهحط بقى معاكم كيس جديد ونضيف. يا رب محدش يسأل ويقول لي ايه هي المفاجأة يا صبوحة، عشان أنا مش هقول. محدش يضغط عليا، عشان انا بصوا هضعف وهقول لكم على طول، فانا مش عايزة كده. مش مسألة اني بخبي عليكم، لا، مسألة ان انا عايزة اخليها مفاجأة.
وافاجئكم بيها، وزي ما انا هكون مبسوطة وفرحانة انا واثقة ان متابعيني الحلوين برضو هيكونوا مبسوطين ليا ومبسوطين معايا. بعيد بقى عن الناس الوحشة، وبعيد عن الناس الحاقدة او الناس اللي بتركز او الناس اللي متضايقة من صبوحة. اذا كان في 10 20 100 متضايقين من صبوحة او ما بيحبولهاش الخير او ما بيحبولهاش اي حاجة اصلا، فانا عندي اكتر من 34 متابع وداخلة في 35 ان شاء الله يتمهم على خير. واثقة ان 3/4 كلهم كده بيحبوا صبوحة، فاللي هيحب صبوحة اكيد هيحب لها الخير، وهيحب لها اي حاجة هي مبسوطة بيها. ده انا واثقة منه جدا جدا، وشكرا لكل اخ واخت موجودين معايا. وبغض النظر عن الاخوات والاخوات الموجودين، يعني بغض النظر عن ان في اخوات رجالة وفي اخوات طبعا ستات وكده، ولكن انا شايفة ان دايما الحقد سبحان الله بيجي من الستات. معرفش ليه. وقنوات مش متابعين، المتابعين وجودهم طبعا على راسي، المتابعين وجودهم على راسي، ولكن في قنوات ومش كلهم، البعض منهم انا عارفاهم هم اكيد عارفين نفسهم. بس ماشي، طبعا انا مش بركز مع حد، انا بركز في نفسي وفي شغلي وبس. كده كده ربنا موجود معايا، فما بسألش في حد. يا رب، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الايام بتجري هوالي كده. كنا بنقول كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان، وبعدين قلنا يعني كل سنة وانتم طيبين عشان العيد الصغير. دلوقتي عايزة اقول لكم برضو يا رب الايام اللي جاية يجعلها سعادة وهنا عليكم، عشان برضو العيد الكبير يعتبر على الابواب. صحيح مش اليومين دول بس، خلاص يعني يعتبر هانت. فكل سنة وانتم طيبين مقدما، وعلشان تعرفوا اني اول واحدة تقول لكم كل سنة وانتم طيبين. يا رب. اظن هو راجع لكم بفيديو خفيف وسريع، ومفهوش دوشة ومفهوش كآبة ومفهوش شغل كتير. ما عنديش مواعين، ده اهم حاجة. ما عنديش غسيل البوتاجاز، انا بس هلمع معاكم وش البوتاجاز، لكن غسيله لا. زي ما انتوا شايفين هو نظيف، وزي ما انتوا شايفين المطبخ نظيف. كان فيديو النهاردة خفيف، عبارة عن ترتيب وتلميع ترويق كده، يعني حاجة خفيفة. بس مع ان انا متعودة اغيب وارجع بهبتي زي ما بيقولوا، في فيديو تقيل كده وفي شغل كتير. بس المرة دي غيرت ورجعت لكم بفيديو خفيف بنلمع بس، عشان بس المطبخ يفضل نظيف. طبعا انتوا عارفين من ساعة ما عملت المطبخ وانا ايديا فيه ناقص بس فيه شوية حاجات، وبرضو سايبها زي مفاجأة. لما اخلصها هوريها لكم اكيد واقول لكم عليها، وهعمل لكم فيديو عليها وهرجع لكم بيها، وانتوا كده كده هتشوفوها معايا في الفيديوهات. لان اللي ناقص في المطبخ اكيد انتوا هتشوفوه هتلاحظوه معايا. بس الامكانيات مش سامحة دلوقتي، لما ربنا يرزق اللي ناقص هجيبه وهوريه لكم برضو، وهتتعمل في حاجات هتتعمل. يعني مبدئيا كده مش عايزة احرق برضو اللي المفروض يتعمل في المطبخ او اللي ناقصني، بس برضو هقول لكم حاجة. مبدئيا اللي ناقص الرخامة اللي على ايد اليمين، الرخامة اللي فيها الحوض بتاع المواعين، واللي عليها حاليا دلوقتي المصفى بتاعت الكوبايات والاطباق وكده. اظن انتوا خلاص كده عرفتوها، مفيش وصفة ادق من كده. مالها الرخامة دي صبوحة؟ طبعا مش هينفع اغيرها، الامكانيات مش هتسمح، وخلاص يعني انا عملت خلاص، قفلت المطبخ على كده. بس على الاقل هغير اللون بتاعها. بينفع يتغير؟ انا عرفت ان هو بينفع يتغير، لان انا كلمت كذا حد وقلت له الرخامة مش ماشية مع المطبخ. كانت هتبقى ماشية لو الرخامة اللي ورايا شبهها، لكن انا ساعتها فضلت الاسود، هينطق معايا المطبخ نفسه الالمنتال، فقلت لا انا هعملها اسود. وسألت على الرخامة دي ينفع ان هي تدهن اسود، قالوا لي ينفع، في حاجات كتير نازلة والتكنولوجيا ما خلتش حاجة، وهينفع ان هي تدهن وتبقى لونها اسود. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي لسه ناقصاني في المطبخ، وخلي الباقي مفاجأة، وخلي الباقي بقى بعدين ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاع النهاردة،
واي حاجة هعملها هوريها لكم، وان شاء الله استنوني في الفيديوهات اللي جاية والروتينات اللي جاية، وان شاء الله مش هتأخر عليكم. قولوا يا رب وبإذن الله. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.